السلام عليكم اخوتي خواتاتي، كيداير اخباركم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى لكم عواشركم مبروكه وكل عام وانتم بالف خير. ورمضان مبارك سعيد. كما كتعرفوا في هذا الشهر المبارك السعيد كنديروا شويه تاع الباروك، شويه تاع الشباكيه، شويه تاع التحليه، المعسلات، حتى السلو على الانواع. وانا بغيت نشارك معكم هذا السلو هذا اللي درته بطريقتي، وجا حرش وزوين ما شاء الله وصحي. ما درتش فيه لا زبده لا زيت لا والو، غير الزيت البلديه والعسل، وجا رائع ما شاء الله. وغادي نشارك معكم الطريقه ديالي. وهو جا خفيف وظريف ولذيذ، وجا بالزربه، صوتو بالزربه ماشي زعما معقد. كما كتشوفوا غنبداو على بركه الله. اولا كناخذوا اللوز ديالنا وكنمسحوه، وكنقيو الا كان فيه شي حاجه، كنديروه في اللاطه ولا في الفران كيكون سخون، وحنا كنحركو فيه باش ما يتحرقش لينا. الفران كيكون شاعل. وكناخد انا ما كنديرش الفورس، درت القمح راني غربلتو كما كتشوفوا. القمح كيجي زوين وصحي كما قلت لكم. وهنا عندي شوفان توا نقيتو، وتوا غادي نحمرو ان شاء الله، وغادي نطحنو. من بعد ما نقيتو غنشدو غنديرو فوق واحد اللاطه ولا مقلاة اللي غتدخل حتى الفرن، وغادي نبداو نحركو فيه. ونحنا حاضينو ما نغفلوش عليهم، نبقاو نحركو فيهم حتى يتحمروا، وما نخليهمش يتحرقوا باش ما يعطوناش هذيك المروره. دابا كنحرك في اللوز بواحد ملعقه خشبيه. هنا عندي كاوكاو البلدي، خدت واحد المقدار صغير، تو غادي نقيه وغادي نمسحو وغادي نحمرو توا في الفران. انا كاع ما حيت ليهم كاع القشور، خليتهم بالقشر ديالهم. وهنايا جلجلان حتى هو بعد ما غسلته ونشفته. كاع الاخوات كيعرفوا كيفاش يغسلوه. انا كنحمرو دابا في الكوكوط، كنعاون بين الفران وبين الكوكوط، كتحمر مزيان. ما هي ثقيله، ومع التحريك بطبيعه الحال. بعد ما طحنا العناصر كلهم، كل واحد بوحدو، ووجدناهم كما كتشوفوا. عندي ججلان، عندي كاوكاو، اللوز، دقيق، كلشي هادشي وجدته ودقيتو وخليتهم موجودين تنحضروهم كاملين ونجمعوهم الخلط ديالنا كله. عندنا النافع، عندنا النافع وحبة حلاوة هي كتجي رائعة في السلو. كناخذ واحد الاناء ولا واحد القصريه، غناخذ واحد الاناء يكون غارق، كنخوي فيه الجوج هذا عفوا اللوز المطحون، كنزيدو عليه كاوكاو البلدي اللي طحنا حتى هو، كنزيدو عليه جلجلان اللي طحناه، وخلينا واحد زلافه صغيره ديال الجلجلان ما مطحونش تنزيدو في الاخير. كنزيدو حبه حلاوه والنافع، كيعطيو واحد مذاق رائع للسلو. والقرفه حتى هي، عندنا المسكه الحره، ومع شويه الكوزه ما نكثروش منها، وشويه مليحه باش نحسنوا الذوق ديال هذا السلو ديالنا. وهنايا غادي نخلط غير بالزيت البلديه كما كتشوفوا. راه درت زلافه، وغادي نزيد مازال حيت ما عمرتهاش غتكون زلافه. وهنا عندنا العسل بالاعشاب، كل واحد باش غيحلي شي بالسكر. انا درت العسل كما درنا القمح باش يكون صحي، ما بغيناش نخسروه بالزيت او بسنيده. صافي كنحركو هادشي مزيان ونخلطوا العناصر هذيك اللي طحناها مع العسل والزيت، ونخدلكو مزيان. خاصو يكونوا كتاف. يا اخوتي، الواحد اللي بغى الباروك ضروري خاصو يضرب تماره ياك.
ايوا الحمد لله على كل حال، وكنحمد الله ونشكروه على النعمة التي كيهبها لينا، والحمد لله على النعم التي لا تحصى ولا تعد. والحمد لله على كل حال. هنا زدنا الدقيق، كنزيدو الدقيق والشوفان بشويه بشويه باش تنسجموا العناصر بشويه بشويه تيتخلطوا مزيان. نتمنى هاد الوصفه هذه ديال السلو تعجبكم وتجربوها، ولا عجباتكم ديروا لي كومونتير زوين بحالكم. شكرا بزاف عليكم كاملين. غنبداو نحركو مره مره، نزيدو الدقيق ونزيدو النشا عفوا الشوفان. راه صحي فيه الالياف، مزيان الامعاء ومفيد في هذا رمضان. الانسان ملي كيصوم ضروري يشرب ياكل سلوم مع الفطور تيرتاح ويصلي صلاته. وهنا كنزيدو جاجلان اللي خليناه صحيح. كما كتشوفوا ملي كتاكلي كتحسي بواحد الترطيقه بين الدراس ديال الجاجلان اللي كتكون محمره وزوينه. هانتوما دابا دلكتو مزيان كما كتشوفوا راه كيبغي يدليك، وكنشوفوا واش كيتجمع لينا صافي، وكنحضروا نوجدوه في طبق تقديم. هانتوما خوتي تبارك الله هو تجمع لينا. ايوا ما كنجمعناه درنا تزيين في هاد البلاطو هذا ولا هاد الطبسيل. من بعد غادي نديروه في شي سطل باش نحافظوا عليه ونهزو مره مره. هذا غير تقديم، وكنتمنى لكم تعجبكم هذه الوصفه هذه ديال السلو، وكنتمنى لكم التوفيق، وكنقول لكم عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد، والله يعطيكم ما تمنيتو كل واحد ما تمنى في خاطره. وكنقول لكم بالصحه والراحه. وكما كتشوفوا راه جا لذيذ وكيجي حرش باش يجي يرطب بحال الفورس، وزيناه بهذه الطريقه هذه. وكنتمنى يعجبكم، وكنقول لكم تهلاو في راسكم. وكنتمنى كما قلت لكم في هذا رمضان من الواحد من كيفطر كيرتاح شويه، كيمشي يدير صلاته، كيصلي، كيرجع كيدير واحد كويساتاي بشحار ومعه شويه ديال السلو باش يتقوى في هذاك النهار ان شاء الله، حيت هو في مقويات زوينه، فيه اللوز وكركاع. وكنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى اللقاء.